السلام عليكم. معكم بسمة المصري. هشرح لكم باترون الوحدة دي، جميلة جدا وخفيفة كده. الورشة بالفيديو. هنعمل الأول لك الاختيار تعملي جوه سلاسل، عدد السلاسل، أو إنك انت تعملي في البداية الغرزة السحرية، أو اللي احنا هوريها لك دلوقتي دي. ممكن بنبدأ بيها، بندخلها كده. دي اللي هي اللفة السحرية أو البداية السحرية بتاعتي. ببدأ أشتغل طبعا عليها وبرتفع السلاسل بتاعتي. بعد ما بخلص الشغل بشد بداية الخيط وضيقه على قدها. دي بتديني بداية في الشغل حلوة جدا، وبالذات للوحدات، وبتبقى مفيهاش فراغات كده من جوه. ادي البداية بتاعتي، يا اما اعمل عدد السلاسل يا اما اعملها سحرية. انا عملتها سحرية لانها بتكون انضف في الشغل. هرتفع 3 سلاسل عندي البداية، واعمل 24 عمود بال3 سلاسل. يعني انا هعمل 3 سلاسل ومعاهم 23 عمود. هاجي اعمل الدور ده، هعمله على مرتين. يعني انا مش هعمل الحشو الاول، لا، ده انا هعمل 2 حشو، غرزتين حشو، وبعدين ارتفع 20 سلسلة. 20 سلسلة دولت في السلسلة، أعد كده في السلسلة رقم 10 من هنا بأدخل فيها، بعمل غرزة منزلقة، وابتدي أعمل منزلقة على بقية ال10 التانيين وأنا نازلة. بوصل هنا بعمل منزلقة، وبعديها على طول أعمل آخر غرزة عندي بثبتها بحشو حشو حشو حشو. يبقى أنا عملت أول شيء عندي لما طلعت، عملت 2 حشو، وبعدين طلعت 20 سلسلة. عملت الحلقة بالسلاسل ورجعت على 10 منهم منزلقة، وعملت 4 حشو فوق العواميد اللي عندي. هاجي هي هلاقيها مقسمة نفسها 4 حشو وأطلع 20 سلسلة. ماشي معايا اهوت. هطلع 20 سلسلة، هعمل حلقة بالعشرة، وال10 التانيين هنزل عليهم منزلقة، وأعمل 4 حشو، وهكذا لحد ما أخلص التقسيمة اللي عندي. هلاقي 6 فروع، معلش 6 فروع طالعين لي. انا عملت البداية لكم اهيت عشان نشتغل ونكمل مع بعض. انا عملت دلوقتي اللي هي الحلقة السحرية اهي، عملت 24 عمود، منهم 1 اللي هو 3 سلاسل ارتفاع، وبعدين طلعت عندي الارتفاع بتاعي الاولاني 20 سلسلة زي ما احنا اتفقنا. الحلقة هي دول 10 سلاسل، اقفل منزلقة وارجع تاني على السلاسل ومنزلقة. اوصل هنا اعمل حشو 2 3 4، وارتفع 20 سلسلة، وارجع 10 على المنزلقة الاخرانيين 4 سلاسل، وبعدين ارتفع تاني. يا رب تكون واضحة دلوقتي. وهنا هكمل دلوقتي. انا عملت 4 ماشي، فاضل لي 2 كمان عشان اكملهم يكونوا 6 أذرع زي اللي احنا شايفينهم بتوعها دول. خلاص، وانا هكمل دولت وارجع لكم نكمل الخطوة التانية. ده الجزء الاولاني من الفيديو، ويا ريت تطبقوه وتصوروا لي واشوف شغلكم.